علي حسين المهدي شاب مصري هارب إلى أمريكا وبينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. طلع امبارح على السوشيال ميديا بس بيشكك فيه في عملية البطل محمد صلاح إبراهيم اللي نفذها على معبر العوجة على حدود غزة، استشهد فيها وقتل فيها 3 من الجنود الإسرائيليين وأصابت 2 من جنودهم على حدود غزة. استشهد البطل، لكن رأي علي حسين المهدي غير كده خالص، إن دي فبركة وإن دي أقاويل وأكاذيب بينشرها الجيش المصري. علي حسين المهدي هو وغيره من الإخوان المسلمين مش قضيتهم أبدا مصر ولا فلسطين ولا رفع الراية الإسلامية، قضيتهم إسقاط مصر، إسقاط الشعب المصري. كل ما بتكون في حاجة حلوة لمصر بيجوا هم يشوهوها ويقولوا لا دي أكاذيب، بيفبركوا الوقائع والأحداث ويضللوا الرأي العام. محمد صلاح إبراهيم بطل رغم حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. محمد صلاح إبراهيم بطل شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تعالوا نشوف الفيديو بتاعه كده. طبعا الساعات اللي فاتت لا يخفى على حضراتكم الصور اللي اتنشرت من احد الشباب اللي قالك هو ده الشاب اللي عمل البتاع والكلام الفاضي اللي كلكم تابعتوه ده. طبعا لا الشاب ده عمل بتاع ولا نيل، وكل مصادر الخبر من موقع تحت بير السلم هوريك النهارده بالدليل. انا خلي بالك ما عنديش مشكله انت تصدق وما تصدقش، انا ماليش دعوه تصدق ولا ما تصدقش. انا بديك كل المعلومات وكل الاخبار وكل الحاجات قدامك. عايز تصدق يا باشا دي حاجه ترجع لك، عايز تمشي ورا عواطفك وامانيك براحتك برضه ما يهمنيش. انا يهمني مع الناس حبايبنا هنا ان احنا نوصل للحقيقه وان انا اثبت لهم الحقيقه وما اضحكش عليهم، بس كده. بقالكم 12 سنه بيضحك عليكم، كفايه بقى، حرام على اللي خلفوك. دي صوره اتنشرت امبارح للواد ده، ودي نفس الصوره برضه قال لك ده واحد هو ده اهو ده برضه قال لك ده اخترق السياج ومشى، استنى 6 ساعات واستنى الحاجات اللي جايه وخطط ودرس ودخل بالكلاشينكوف والآلي والبتنجاني ودخل واستنى وطلع وجه وتك تك تك الكلام اللي انتوا سمعتوه ده، واستنى 6 ساعات ولما جم دكت لهم كل الكلام الفاضي اللي انتوا سمعتوه ده. هثبت لك النهارده ان هو كده بالاعلام اللي انتوا واخدين عنه الاخبار. حتى الاعلام ده مش جايب الكلام ده من عنده، ده جايبه من لجان عباس كامل اللي نشرته على السوشيال ميديا. هوريك بالدلايل وبراحتك. عايز صدق صدق، مش عايز عنك ما صدقت. ده الولد اللي نشر صورته من امبارح وبيقول لك هو ده. من اهم اساليب المخابرات البروباجندا، يعملوا بروباجندا فانت تقول ايه؟ اهم حاجه المخابرات بتسعى ليها انك انت تقول ايه؟ انت اهو يا دي رياض يا ابن الكلب، انك تقول ايه؟ يعني معقول انا اللي صح وكل الناس دي غلط؟ لما تلاقي كل الناس بتنشر نفس الصوره، كل الناس بتقول نفس الحاجه. اهم اساليب المخابرات هي دي، عشان لما حد غلبان زي علوة يطلع يقول لك يا ابني بيضحك عليك، تقول يعني معقول علوة لوحده صح وكل البشر دي غلط؟ التانيين بقى دول ايه؟ عبد حمقى اغبية مسمين نفسهم اعلاميين وصحفيين ودكتوريين وبتنجانيين، كله بينشر اي حاجه. والله ليه؟ ماشيين مع عواطفهم. عايز افكرك بس الصور اللي قاعد